أستاذة هلا مغاوري. ايوه. سؤال طبعا اول حاجه ان انا بحيي حضرتك ان انت خريجه محاسبه ولم تهملي موهبتك في الكتابه والاعلام. سؤالي فيها هو سؤالين. سؤالي الاول بالنسبه لامور الحب والموت، هل تطرقت دلوقتي الحب الذي ادى الى القتل؟ هل حب الرجل للمرأة ان هو يقتلها نفسيا ومعنويا، هل تطرقتي ليها في كتاباتك في القصه؟ دي اول حاجه. سؤالي الثاني في دلع، على ما اعتقد اسمها دلع، ايه كان رد فعلها؟ انا شفت من الحوار رد فعلها ان هي اطلقت طلقه نار على اصبعها علشان التشهير ببنتها او الفيديوهات اللي اتشهرت. ايه كان رد فعلها لما حبيب بنتها قتل جوزها حبيبها؟ هل تطرقت لهذه النقطة ورد فعلها؟ شكرا. هلا بداية أستاذة هلا، هل حب المرأة للرجل يقتلها نفسيا ومعنويا إذا كان رجلا سيئا؟ يحاول، بس حب. ولكن حب الحب إذا كان حبا ساما يقتل، يعني يستطيع. ولكن هنا نجد قوة الإنسان سواء امرأة أو رجل، وهذا الأمر متبادل للطرفين. يمكن أن يكون هناك رجل ويقتل أيضا بحب أنثى، أنثى سامة جدا. الموضوع هو يعتمد على قدرتنا وقوتنا على التخلص من ذلك القيد. الحب يمكن أن يكون قيد، ولكن الحب الذي نرغب به هو الحب الذي يجعلنا نفرد أجنحتنا ونطير. هذا الحب الذي نريده، ولكن لا نحصل عليه دائما. إذا كان حبا ساما علينا الثورة ضده، وكان في هذه الرواية ثورة ضد هذا الحب الذي أخذ من شجون كل شيء، أخذ مشاعرها، أخذ أحاسيسها، أخذ أيامها، وأيضا يعني أنجبت منه أطفال، ولكنها استطاعت التخلص من ذلك الحب السام في آخر لحظة، وبدت هنا قوتها كأنثى وكأم وكامرأة لا ترضى بالخضوع لحب يؤذيها. هذا السؤال الأول. أما ردة فعل دلع، طبعا دلع ليست هي التي قتلت ابنتها، كان هناك يعني أشخاص آخرين. نعم، اللي قتل جوزها. لأن الزوجة كمان أيضا عوقب وتم الإعدام. هي رد فعلها، هي أم، يعني هي في النهاية قتلت زوجها. والآن هي ستفقد ابنتها. هي نست، يعني حتى في أحد المقاطع عندما تدخل الأم لتجد أن ابنتها هربت فتبكي، فالنساء الأخريات يتساءلن هل من المعقول أن تبكي امرأة على موت زوجها لهذا الحد؟ ولكن هي في الحقيقة لم تكن تبكي فقط على موت زوجها، هي كانت تبكي على هروب ابنتها. فكان الموضوع متداخل جدا جدا. المرأة هنا لا تستطيع فصل أحاسيسها بين إحساس حبها لزوجها المقتول، ولكن بعد قليل هي تفقد ابنتها. هي حاولت آخر لحظة أن تمسك بحياة ابنتها، لكنها في النهاية لم تستطيع. شكرا لك.